السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ نجاة. نتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم هاد الكيكة الرائعة، بحال كتشوفوا كيكة وليداتها صغورين، بحال كتشوفوا كتجي زوينة في المذاق وفي المنظر. اللي بغى تعرف الطريقة والمقادير تبع معايا الفيديو حتى الأخير. الان غادي نمروا باش نعطيكم المقادير. عندي واحد نص معلقه، عندي معلقه صغيره درت فيها الخماره الطريه ديال الخبز، ودرت نص كاس ديال الماء دافي. غادي نخلطوهم ومن بعد نمروا المقادير الاخرى. هنا عندي واحد نص كاس ديال الزيت، كاس حياتي، اللي نعبروا به المقادير كاملين، الماء والزيت والسكر. عندي نص كاس ديال السكر سنيده، وداك الخليط ديال الخماره والماء حتى هو غادي نضيفوه. وعندي نص كاس ديال الحليب يكون حتى هو دافي، بحيث ان الخميره ديال الخبز يعني ضروري خص كلشي السوائل تكون دافيه. هنايا ضفت ضفت واحد دانون صغيور، غير دانون صغير بالنكهه اللي اختاريتو اللي بغيتو نتوما. صافي، هادو هما المقادير. وغادي نضيف واحد المعلقه ديال العسل. انا درت هنا العسل، واللي عنده الكونفيتور يضيف الكونفيتور، حتى هما بنفس يعني غادي تعطينا نفس النتيجه. معلقه ديال العسل. صافي، هادو هما المقادير. هادو ديال المادلينات الصغورين، هادوك المادلينات الصغورين اللي كيجيو مدورين على المادلينه الكبيره، على الكيكه الكبيره. صافي، حركت شويه وغادي نبقى نضيف الفرينه وحنا كنغربلو. وغادي نضيف واحد الخميره تاع الحلويات وحده، بحال كتشوفوا تاع 8 غرام. نضيفوها للفرينه وحنا كنغربلو باش ما تبقالناش دوك الكويرات. وحنا نخلطوا الخليط وغير بيدينا بحال كتشوفوا، يعني ما يحتاج لا خلاط كهربائي لا مونيناكس لا حتى شي حاجه. وكيجيو زوينين هاد المادلينات، كيجيو مفشفشين ورائعين، والمذاق ديالهم روعه روعه. نتمنى انكم تجربوهم. واني نحركوا شويه هاد الخليط حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا. هنا مازال باقي عاد خاصها شويه ديال الدقيق، غادي نضيف له غير واحد المعلقه، حيت خصنا هادي كيجي شويه ثقيل على ديال الكيكه العاديه. ضفت هنا واحد المعلقه كبيره ونحرك، وهذا هو القوام اللي خاصنا نوصلوا له. نبقاو نكتبوا 8، ويعني بلا ما يتقطع لنا العجين، بلا ما تقطع. صافي، دابا غادي نجيب فاش غادي نكب هذا الخليط. انا بغيتهم يكونوا فرديين، ولا بغينا نديروا غير وحده كبيره كتجي حتى هي، كتجي المنظر ديالها حتى هي زوين. المهم انا اختاريت بهذه الطريقه، بغيت نديرهم. جبت هاد الكويغطات وغادي نكب فيهم، وبحال غادي تشوفوا غادي ندير غير معلقه في الوحده. يعني انا ما بغيتهمش يجيوني مقبقبين وهكذا طالعين، غير شويه. صافي، غادي نبقى نكب في كل وحده معلقه حتى نكمل الخليط، وغادي يجي الخليط نيشان. يعني اللي بغات تكثر دير دوبلي المقادير، دير كاس من الحاجه غادي تعطيها كميه كبيره. صافي، نستمروا حتى نكملوا هذا. ومن بعد باش نمروا باش نديروا الكيكه الكبيره اللي كنت دايرتها في الوسط. صافي، من بعد غادي من نسالي، غادي ندفعوهم بزوج الفران يطيبوا، حتى ندير الكيكه وندفعوهم بزوج الفران يطيبوا. هذا هو الخليط، بحال كتشوفوا يعني كبيت يلا معلقه في الوحده، بحيث ما بغيتهمش بحال اللي قلت لكم يجيوني كبار. دابا باش نمروا باش نديروا الكيكه الكبيره. خديت المولينكس، درت فيه واحد بيضه، وغادي نضيف لها كاس ديال سكر سنيده، كاس. وغادي نضيف لها نص كاس ديال الزيت، وغادي نضيفوا واحد الكاس ديال اللبن. بحال كتشوفوا اللبن، يعني كتجي زوينه هاد الكيكه، كتجي باللبن، كتجي رائعه. المذاق ديالها كتجي الحموضيه مع الشوكولات اللي غبره اللي غادي نديروها في التالي، غادي تجي زوينه. غادي نضربوا هاد الخليط، نضربوه مليح حتى يولي لنا بيض. يعني من الاحسن ديروه في الخلاط باش يضرب لنا مليح هاد الخليط، بحال كتشوفوا حتى يولي بيض، يعني حتى كيندمجوا دوك البيض مع الزيت والسكر واللبن. ومن بعد غادي نضيفوا النواشف اللي هي الفرينه والشيكولا غبره بحال قلت لكم. صافي، هنا غادي نجيبوا الفرينه ديالنا واللي نغربلوها، واخا مغربله نعاودو نوليو نغربلوها، ونبقاو نضيفوا الفرينه ما نقدرش نقول لكم بالضبط، بحيث كل فرينه يعني كاين اللي كتبغي الماء بزاف، كاين اللي ما كتشربش الماء. يعني كنديروا حنا عندنا ميزاننا، نديروا حنا نحركوا ونضيفوا. خاص الخليط يكون شويه مطلوق، ما يكونش قاصح بزاف بحال ديال المدلنات الصغورين. غادي نخلط هاد الفرينه اللي درت وهذه الخمانه تاع الكاطو، درت زوج ديال الوحدات، يعني زوج ديال 8 ولا ديال 7 ماشي مشكل، حيت ما بغيناهاش تطلع بزاف. صافي، نخلطوا الخليط وغير بيدينا، يعني ما تحتاجش شي ضراب كهربائي، غير بيدينا نخلطوا باش ندخلوا هاد النواشف. وغادي نزيد بحال قلت لكم الشيكولا غبره، نزيدها حتى هي باش تجي هاد الكيكه غادي تجي قهويه، تجي زوينه. ها هي بحال شفتوا تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الشوكولا. هذه الشوكولا المره
تجي زوينه زوينه، كتجي يعني تعطينا واحد لوغو زوين مع مع اللبن، كتعطينا واحد لوغو زوين. صافي ونخلطو مليح دوك الحبيبات، ما بقاولناش تاع الشوكولا كحله، نخلطو مليح وحنا كندخلو باش ندخلو في الخليط باش ما يبقاناش دوك التكتلات. صافي ونخلطو باش نوصلو للقوام اللي حنا باغيينو. بحال قلت لكم كتجي زوينه هاد الكيكه، كتجي زوينه في المذاق وحيت فيها اللبن، يعني كتعطيها واحد الحموضيه مع الشوكولا مره، كتجي زوينه. نتمنى انكم تجربوها وتجربوا حتى هذوك المدلنات الصغيرين، راهم كيجيو حتى هما روعه. نزيد شويه. المهم القوام خصنا نكتبوا الرقم 8 بلا ما يتقطع لنا الخيط، ولكن كتجي شويه مطلوقه على ديال الكيكات صغيورين. دابا راني خديت المول ودهنته بالزبده ودرته في الكونجيلاتور حتى جمدت ديك الزبده عليه، يعني لصقت باش نكونوا متاكدين بان ما غاديش يلصق. واخا هذا المول ديال الكرانيت راه ما كيلصقش، ولكن نديروا له ندهنوه بالزبده ونديروه في الكونجيلاتور في الوقيته اللي نكونوا نحضروا فيها الكيكه. هنا كبيت فيها لك الخليط وغادي نجيب الكركاع وغادي نفرتو فوق منها. هاهي بحال كتشوفوا تقريبا واحد الكميه قليله ماشي بزاف، ونديرها فوق منها. غادي يدخلنا لداخل بنطيب، حيت العجينه يعني جايه شويه مطلوقه ماشي قاصحه، غادي بنطيب غادي يدخل لداخل داك هنا. من بعد ما طابت بحال كتشوفوا كتجي زوينه رائعه، كتجيو المذاق ديالها زوين. وهادو المادلينات الصغيورين نتوما كيجيو مفشفشين، كيجيو رائعين، وغادي ندير لهم نفس الزواق. هنايا خديت الكاسرول غادي ندير فيه 3 ديال الكيسان ديال الحليب، غير الحليب البارد باش نصايبوا الكريمه. 3 ديال الكيسان ديال الحليب بارد، ونضيفوا له السكر على حسب الذوق، ونضيفوا النشا ولا الفرينه. الا ما كانش عندنا نشا نعوضوه بالفرينه، هذا هو الكاس الثالث. غادي نضيفوا السكر، وبحال قلت لكم السكر كيبقى على حسب الذوق. انا درت 3 ديال المعالق صغار، ما بغيتهاش حلوه بزاف، حيت غادي نزيد الشوكولا، يعني غادي الشوكولا حتى هي يعني تعطيها واحد لوغو اخر وصافي. ما حتى هي راه هادي راها مره يعني ماشي حلوه. يعني ضفت الشيكولا، ضفت كيس ديال الشيكولا فيه تقريبا واحد 2 معالق كبار. هنايا درت انا الفرينه، ما درتش النشا، درت الفرينه 3 ديال المعالق. وغادي نحركو ونحطها فوق البوطه، وحنا كنحركو حتى تعقد. هذه هي الكريمه اللي غادي نزوقوا بها المادلينات بزوج ديالنا، الكيكات بزوج. هنا بحال كتشوفوني حطيتها فوق البوطه وغادي نبقاو نحركو، ما نريدوش متحرك حتى كتقصح. غادي ناخذ المول ديالنا بعد ما نكونوا غسلناه ونشفناه مليح، غادي نكبوا فيه داك الخليط وغادي نخليه واحد شويه نحتاجوها لدوك المادلينات الصغيورين. غادي ناخذوا الكيكه ديالنا اللي درناها وغادي ناخذوها على الوجه ديالها ونحطوها فوق داك الخليط اللي درناه بحال غادي تشوفوا. انا خديتها هكذا وغادي نقلبها ونحطها في داك الخليط، ونحاولوا ندخلوها مليح، نغطسوها حتى الجوانب يطلع لنا ديك لاكريم في الجوانب. صافي هادي ونحطوها تبرد، نديروها في الثلاجه ولا في الكونجيلاتور اللي كنا زربانين عليها. هادو المادلينات الصغيورين بحال قلت لكم، المادلينات الصغيورين فرديين حتى هما كناخذهم كنغمسهم في داك الخليط اللي درتو تاع الشوكولا، ونزيد فوق منهم لي زيفيلي. يعني الطريقه ديال التزيين، وكتبقى داكشي اختياري وكل وحده شنو متوفر عندها. كيجيو المذاق ومنظر ما نقولكمش، يعني نتمنى انكم تجربوهم، زوينين واقتصاديين. بحال ديما كنعطيكم الحويجات اللي كيكونوا اقتصاديين، ما فيهمش بيضه وحده درنا ديك الكيكه، وهادو بلا بيض، هادو راك شفتو غير نص كاس زيت ونص كاس سكر. هنايا من بعد ما خرجوا كنتمنى انكم تجربوهم، كيجيو زوينين في المنظر ومذاق. نعطيهم لوليداتنا ونعطيهم لضيوفنا علاش لا. نتمنى انكم تجربوهم، واللي باقي ما اشتركش مرحبا بها، ونتمنى لكم شهيه طيبه ومع السلامه.